مرحبا. اكيد انت فتحت الفيديو ده عندك فضول، عايز تعرف. عايز اقول لك حاجه، احنا كلنا كبشر بنمر بظروف بتكون متشابهه، في نقط مع بعض بتربطنا: الوحده، الملل، الخيال، الحلم، الاهداف. كلنا بنشارك فيها، بس كل واحد عنده طريق مختلف. طالما انت فتحت الفيديو هتحداك تكمل للاخر، ولما تكمل الفيديو للاخر ما تنسى تسيب لي تعليق او كومنت. هل انت مريت بنفس الظروف والتحديات؟ هل حققت حلمك ولا لسه؟ بتمنى تكمل الفيديو للاخر. معاك انا الدساكن دافشي، اتشرفت بمعرفتك. وما تنسى برضه تكتب اسمك تحت. هل عندك اهداف حققتها ولا لسه؟ مستنيك في التعليقات. سلام. كمل الفيديو للاخر زي ما قلت لك. احيانا بتكون قاعد براك في السجن، ساين نفسك براك. كلنا بنمر بنفس الملل. يعني هتعمل شنو يعني؟ اي حاجة. كان الدنيا كلها واقفة في حتة واحدة، تغير تفكيرك، كل عقليتك، كل الناس اللي حواليك. ساعات الليل بيبقى طويل شديد، متين يا صباح بكرة تشرق شمس الأمل. تحديات الملل، ما عارف. كلنا ملل هموم، بنحاول نفرق ونضيع الزمن. تعرف، كلنا بنمل. كده حاول فكر خارج الصندوق، غير أفكارك، غير الناس اللي حواليك. صدقني مرات بتعيش ظروف صعبة شديد، بس
أحيانا بتحس إنك قاعد براك في سجن وساجن نفسك براك. كلنا بنمر بنفس الملل. حياتنا مرات بتكون صعبة، لازم تغير تفكيرك وفكر برا الصندوق. كلنا شايلين هموم وبنحاول نضيع في الزمن، والليل ساعات بيبقى طويل. وصدقني انت كمان شايل نفس الهم ونفس الروتين الممل كلنا بنمر بيه. وأحيانا الليل بيبقى طويل عشان تنام ما بتعرف تنام. تخيل كده انت لو كملت الفيديو ده للآخر، اكتب لي في التعليقات انك كملت الفيديو واديني رأيك. هل انت عايش بنفس الملل ولا ساجن بنفسك براك برضو، ولا عايش في خيالك وعالمك الخاص؟ تجربة بسيطة أنا عملتها من خلال الفيلم ده بحيث أوصل لك إن إحنا كلنا بنمر بنفس الظروف، بس في ناس قادرة تغير ظروفها وفي ناس ما قادرة، تكون مسجونة في الوحدة بالتفكير العميق. بس حاول أطلع من سجنك، شوف النور قدامك وحقق أهدافك. أحيانا الإنسان محتاج يسجن نفسه عشان يعرف مستقبله تحدي ماضيه. زي ما قلت لك، اكتب لي النقطة المشتركة بيني وبينك شنو في التعليقات. هل انت حققت أهدافك ولا لسه في سجنك؟ أنا غاية قررت أطلع من السجن وأحقق أهدافي.